ازيكم يا جماعه؟ وعملتها الفيفا. ما جبتش حاجه من عندي، مصدق لما يتصدق. لجانهم صحيت النهارده على سكريبت متوزع تاني كل يوم بقى، ما احنا عايشين معاهم بقى كل يوم. السكريبت المره دي بيتكلم عن ايه؟ على مدرب حراس مرمى النادي الاهلي اللي كان في جهاز ريبيرا، اتحكم له ب 250 الف يورو. طب ما احنا عارفين والاهلي رافض ان هو يديله فلوسه، لان هو ده فوق العقد. الاهلي مش اكل عليه مرتبه، لا ده هو عايز تعويض، لان هو تم اقالتهم في فتره يعني جرحت احاسيسهم. واحنا عارفين الفيفا حضنها حضن ام في الاخر مش هياخدوا حاجه، ولو خدوا حاجه مش هياخدوا المبلغ ده. انما مش ان الاهلي معهوش فلوس وبيستخسر ومش عايز يدفع. مع ترويج بقى ان هم حلوا قضيتين من ال 18 قضيه، من ال 18 قضيه بتوع ايقاف القيد، ولا حلوا بتاع ولا نيله. قام نازل الفيفا عليهم بخبر صاعقه النهارده: قرار ايقاف قيد تاديبي لمده فترتين. معنى كده ان الزمالك من هنا سنه كامله ترميني، يعني الدور الاول والدور الثاني السنه الجايه مش عارف يجيب صفقات. حتى لو دفع ال7 مليون دولار اللي عليه، ده غير ال 30 مليون جنيه اللي لاتحاد الكوره، ما ده المحلي. وانت مش واخد بالك ان اللعيبه الاجانب كلها ما فيش لعيب بياخد مستحقاته؟ ده حتى محمد فرج ولا محمود فرج الفلسطيني زيه زي ساسي، كل شويه يطلع لنا صورته وهو بالسهم. ساسي كل شويه يطلع صورته وهو بالسهم وهو بيلعب في قطر، وهو رافع عليهم قضايا وهم بيبصوه ويشوفوه في الشارع. ساسي حبيبنا يا ابن الاصول، وهو رافع عليهم قضايا مش راضي يتنازل عن مليم، واخد نص مليون دولار زياده عن العقد بتاعه فوايد فقط، ومش راضي يتنازل عن مليم. انما زيزو ابن حرام، ابن حرام يا باشا. ما هو ما فيش مصري بياخد مستحقاته من الزمالك، ما فيش مصري بياخد مستحقاته من الزمالك. وسبحان الله يا اخي، المصيبه الاكبر بقى ان القرار ده طلع عشان صلاح مصدق، اللاعب المغربي اللي هم لو كانوا سابوه للوداد ب 250 الف دولار، لكن سابوا الراجل وعلقوه لغايه ما فسخ عقده ووداهم في داهيه. وده خليني اسال السؤال: هي الناس دي بتدير ازاي؟ الناس دي بقى لها سنتين ثلاثه بتحكم نادي الزمالك، ما فكتش مشكله قيد واحده. فالحه بس ان هي تدخل في مشاكل مع الاهلي، ومشاكل وتصريحات اكبر قلعه رياضيه في مصر، والخطيب يزورهم علشان يرفعوا شعبيتهم بالاونطه من ناحيه ان انا بكيد في الاهلي. ها، هم كده بقى بقت اداره حلوه. ما ده اللي كان بيعمله مرتضى منصور. الفرق بس ما بين مرتضى منصور وحضرتك ان مرتضى منصور كان ناجح شويه عنك، انما انت بيتوفر لك كل حاجه وفاشل، بيتوفر لك كل حاجه وفاشل. وعشان كده بقول لك يا حبيبي، ما تسمعني ما تسمعني الاضحوكه، ما تسمعني الاضحوكه. قصدي الحدوته. ها، حدوته ان مفيش حاجه مضيعه الزمالك الا وهم القطب الثاني. اقسم بالله هو ده الوهم، وهم القطب الثاني اللي حاطط ضغوط على كل اداره من ادارات الزمالك ومسؤولين الزمالك، بيخليهم يروجوا الخزعبلات بتبيعها للجمهور بتاعهم عن طريق الاعلام الابيض اللي بيغطي على فشل ملاحقه الاهلي. يا سلام عليك يا زوما، يا سلام عليك يا حازم. انا جبت لكم الخلاصه والله. هو المشكله الازليه للزمالك ان هو مش عايز يعترف ان هو مش قطب تاني. انت يا ابني مش موازي للاهلي، انت طول الوقت عمال تبيع لجمهورك الوهم. ها، وانا بقول لك الكلام ده وانا تالت الدوري. بس احنا تالت الدوري ازاي؟ دوري ابو الوفا. تالت الدوري ازاي؟ دوري ابو الوفا. ها، دوري ابو الوفا. لان باعلامكم ده، باعلامكم اللي مبوظ الدنيا واللي منيم ومخدر جمهوركم. ولما تخش على السوشيال ميديا الزمالك، لا دول في ملكوت تاني يا باشا، دول في ملكوت تاني يا باشا. عشان كده ما تستغربش لما تلاقي مشجع في ماتش منتخب مصر الاخير بيدوس على العلم، والناس عماله بيدوس على العلم ليه؟ الله اعلم. انما واحد شبه ده لازم يتجاب من قفاه، لازم يتجاب من قفاه. لكن طبعا اللجنه بتاعت الاعلام اللي بيرقصها خالد عبد العزيز اذ الوزير السابق الزملكاوي كالعاده، كلهم زملكاويه، سايب الاعلام، سايب رضا عبد العال، وسايب خالد الغندور، وسايب اسلام صادق، وسايب اسامه حسن، وسايب مين ومين ومين، وقناه الزمالك، وكل بتوع نجوم السوشيال ميديا بتوع الزمالك في بس سم ضد منتخب مصر. عشان كده انا احب اقول لك من كل قلبي: احمص. احمص والله. لا مش اللي في بالك، احمص اللي حرر مصر من الهكسوس، احمص طارة الهكسوس. احنا وصلنا لمرحلة ان هم ما بقوش اقلية متدارية في السوشيال ميديا، او اقلية يعني احنا بنطنشها
شاذه في المجتمع بتقول كلام شاذ. لا يا حبيبي، دول بقوا كتير، ده بقوا عاملين شبه السرطان بينتشر. انت لما تيجي تكلم اي زملكاوي مهما كان معتدل، اي زملكاوي مهما كان معتدل، لو بيتابع سوشيال ميديا الزمالك او بدا يتابع كوره مصريه، بيكرر نفس الكلام او بيتاثر بيهم حتى لو على خفيف. ما هو انت النهارده مش هتروح تتفرج على قناه الاهلي، مش هتروح تتفرج على حد بيقول كلام عكس اللي بيروجوا صحفيين الزملكاويه. ما هو صحفي هيكذب ليه؟ دول بيكذبوا في الخبر نفسه، مش بيكذبوا بتفسيره، بيكذبوا في الاحداث نفسها، مش بيكذبوا في تاويلها. بيداروا حاجات ويطلعوا حاجات شبه اتكلمنا فيه امبارح في موضوع ان ايطاليا قالت احنا مش هنلعب الا بالجداره الرياضيه. الجداره الرياضيه ده احنا يا باشا اقسم بالله لو بنعمل زي الزملكاويه كان زمان واحد شبه حسين الشحات ده بيلعب في المنتخب النهارده. فاكرين لما شيكابالا لعب في المنتخب؟ فاكرين لما زيزو بقى له 5 6 سنين اساسي في المنتخب بسبب ضغطهم وارهابهم لكل المدربين اللي مسكوا المنتخب، مصري او اجنبي، مصري او اجنبي. ويرجعوا يقول لك هم ليه الزمالك بطل الدوري؟ شبه ما خالد الغندور النهارده يقول لك بص برشلونه بطل الدوري متاخد منه كام لعيب، وريال مدريد تاني الدوري ما اتاخدش منه ولا لعيب، لان هم بياخدوا بالكفاءه حضرتك. برشلونه كسب ريال مدريد رايح جاي زي ما الاهلي كسبك رايح جاي. هو بس المفاجاه انت خدت الدوري ازاي، مش المفاجاه ان هو ما خدش منك لعيبه ازاي في المنتخب. وبعدين يا اخي معتمد جمال كان طالع مع ابراهيم فايق من كام يوم، من اسبوع تقريبا، هو بيتكلم بيقول له ابراهيم فايق بيساله انت كسبت بيراميدز ازاي، وكانه مثلا كسب مانشستر يونايتد. امال لو كان لاعب الهلال السعودي ولا كان لاعب مثلا اتحاد جده ولا باتشوكا ولا الفرق اللي انا كنت بلعبها، ما علينا. قال له انا قلت للعيبه احنا امكانياتنا كده وهنلعب على الهجمه المرتده، واستغلنا هجمه مرتده وكسبنا. يعني انت عارفين ان فرقتكم امكانياتها محدوده فنيا بالمقارنه بالاهلي وبيراميدز. مستغرب ليه بقى دلوقتي وعمال تروج ليه ان انت اللي المفروض لعيبتك تبقى في مين المفروض يبقى مكان مين في المنتخب؟ يعني انت مين عندك هيتاخد مكان امام عاشور؟ مين عندك هيتاخد مكان الشناوي ولا شوبير ولا زيزو ولا حتى ياسر ابراهيم؟ انت عندك مين؟ لا عندك مين يلعب مكان محمد هاني، عمر جابر؟ انت احسن ناس موجوده عندك اتاخدت فعلا. هو الخلاف على محمد شحاته، الخلاف على محمد اسماعيل. طب ما حسين الشحات ما اتاخدش وما اتكلمناش؟ ما واحد شبه طاهر محمد طاهر ده ممكن يتاخد لو انت عايز تلعب بروح وبقلب، ممكن تاخده حتى مكان زيزو، ما عنديش مشكله. وطبعا يقول لك الجداره الرياضيه، الجداره الرياضيه، انت عمال تلمح على كل صفحاتهم يقول لك الاهلي هيموت عشان يلعب مكاننا، الاهلي هيموت علشان يلعب مكاننا. الاهلي هيموت عشان يلعب مكانكم. ما اصل بيحصل معاكم اللي ما بيحصلش في العالم. زمان انت تعرف ان العقوبه دي بتاعت اللي هي وقفه القيد التاديبي دي طالعه من شهر 4، ورغم ذلك برضه اتحاد الكوره للمره المليون فضل مداري عليها لغايه ما الفيفا طلعها رسمي. هم عارفين من شهر 4، من شهر 4 بقى لحد النهارده معيشيننا الحدوته، ومعيشيننا ان هم هيفكوا القيد ويطلعوا الدولارات منين ما نعرفش. هيطلعوا الدولارات منين؟ احنا قاعدين مراقبين. والاهلي حقه زي ما انت رحت الفيفا مع بيراميدز في حاجه ما تخصكش، زي ما انت عملت تسخن ضد الشحات بعد موضوع الشيبي، ورحتوا شتمتوا الشيبي بعد الشيبي ما تصالح مع حسين الشحات. فجر، اقسم بالله فجر، فجر. ما شفتش والله. شتمتوا الشيبي بعد ما تصالح مع الشحات وانت اصلا في حوارات مالكش فيها. والصيع اللي فضحونا في الامارات وضربوا مواطن اماراتي في الشرطه الاماراتيه وبرتبه عقيد عشان لابس احمر، ودخلوا السجن واتحرق لهم زيرو. الموضوع اتشفط. اي حاجه بيعملها الزملكاويه من النوع ده بتتنسي بتتبخر. انما حسين الشحات ده سب الدين وشتم، سب الدين وشتم، يعني مع انه تعاقب اقصى عقوبه موجوده في اتحاد الكوره، مع ان الاهلي عاقبه بنص مليون جنيه، مع ان اترفع عليه قضيه واخد حكم سنه غياب. يعني لو كان عمل حادثه عربيه او مخالفه عربيه كان هيخش السجن سنه. انت متخيل؟ ناقص نعدمه بس عشان الزملكاويه يرتاحوا. لا مش هيرتاحوا، في حين ان هم بيلوموا فتوح ان هو اتصور مع امام عاشور. بيقولوا له ده احنا كبرنا دماغنا انك قتلت واحد وانك كنت بتشرب حشيش، انما تجرؤ ان انت تتصور مع لعيب سابنا وراح الخصم في المنتخب؟ يا فاجر، انت داخل تصلي يا فاجر. طبعا لازم يقولوا علينا لو كره الكافرون بيلوموا بيلوموا على بيلوموا على فتوح انه متصور مع زميله في المنتخب، وبيقولوا احنا كبرنا دماغنا ان انت قتلت واحد حادثه العربيه اللي عملها وكنت بتشرب مخدرات.
يعني انت ان هو يقابل زميل كان بيلعب معاه في الزمالك وبيلعب معاه في المنتخب، دي جريمه اكبر من القتل والمخدرات. ما هو يعني ما هو ده منطق، ده منطق البليله، منطق البليله. عشان كده بقول لك انا محتاجين احمس ينظف الرياضه المصريه من التتار والهكسوس، محتاجين احمس. انما موضوع ان هو تعصب رياضي ويا جماعه لازم نصلح الخطا، لا يعني السهم نفد خلاص، السهم نفد خلاص. الناس بتتكلم عادي، اللي ما كانش ينفع يتقال زمان بقى يتقال دلوقتي. ابتدوا الاول بموضوع ان الانديه ما بتمثلش مصر، دلوقتي بقى المنتخب مصر ما بيمثلش مصر. ويا جماعه عدم تشجيع للمنتخب لا يقلل من وطنيتي، عادي. فواحد يدوس على العالم في المدرجات عادي جدا، وبعد كده يطلع يقول لك بقى هنروح بقى للمرحله الجايه. يا جماعه حبي للوطن مش واجب. يعني ايه احب الوطن؟ واحده واحده، تبتدي من كده، تبتدي من الكوره، تبتدي من الدين، تبتدي من الفتنه الطائفيه. وانت اداه عشان تعمل ريتش. لكن البس يا حبيبي، هتقابل يوم القيامه، هتقابل يوم القيامه يا بتاع يا بتاع الجداره الرياضيه يا جميل انت. يعني سنه 84 اتغيرت لك اللائحه. عبد الاحد جمال الدين وزير الرياضه طلب من مصطفى مراد فهمي ان هو يغير اللائحه، لان المقاولين ما كانش عايز يلعب ابطال الكؤوس. المقاولين اللي كان بطل الدوري وانت كنت تاني الدوري، والاهلي فايز بالكاس. احداث مشابهه للنهارده بالظبط، اللي عمال تقول لي الاهلي عايز يلعب من غير جداره رياضيه. اتضغط على المقاولين ان هو يلعب ابطال الكؤوس، وهو المقاولين مش عايز يخش في صدام مع الاهلي، لان عارف ان الاهلي كان جامد جدا في الفتره دي. هتقول لي طب الاهلي جامد جدا ليه ما خدش الدوري وما طلعش التاني حتى؟ عشان كان في اولمبيات، عشان كان الاهلي بيلعب من غير اللعيبه الدوليين. وشوف بقى كام لعيب كان بيتدخل من الاهلي اياميها. ما علينا، يعني مش هنرجع للموضوع ده، وجون ربيع ياسين وحوارات يعني. فطبعا راح الزمالك بدل المقاولين دوري الابطال. البطوله اللي فاروق جعفر كان بيقول فيها مع مدحت شلبي انا ولا ضربه جزاء خدتها في البطوله دي كانت حلال. ضربه جزاء 5 سنين بتشيل المدافعين. البطوله الافريقيه يا كابتن، البطوله الافريقيه كان وليد صلاح الدين كنت قاعد اقول له كده. البطوله الافريقيه سنه 84 احنا 3 ضربات جزاء مصريين في تاريخ نادي الزمالك. نعم. لعبنا جيت الجزائري، انا كنت جاي من تنزانيا، كان دراعي مكسور وكنت مجبس، ما لعبتش مباراه جيت هناك. مغلوبين 3-1. الكره مش ماشيه يا كابتن مع اصلا جوه الملعب فيه حوالي 120,000. عايزين نجيب جول، ما الجول هو اللي هيفتح الموضوع. فالكابتن لطيف كان بيذيع الماتش ان انا ما روحت بالليل اتفرج على ضربه الجزاء. قال لك ده العالم كله شايف الكوره وشاف الكابتن وشاف فاروق جعفر وهو بيتضرب. هو بيعضد من موقفك رحمه الله عليه. فانا رحت رايح خابط نفسي فيه وهو بيحمي الكوره عشان حارس المرمى ياخدها. ملوش حل تاني خالص، هو عمل لي الاعاقه، لكن هو في الحقيقه ما لمسنيش. 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده، ده جميل يا كابتن. كلها تمثيل. لما الكابتن محمد لطيف او اللي كان بيذيع في ضربه الجزاء الفريق اللي هو شبابيه القبائل دلوقتي كان اسمه تيزي اوزو اياميها، شباب تيزي اوزو اياميها، اللعيب ما جاش جنبه. فالكابتن لطيف بيقول لك بص الدنيا كلها شايفه ان هو واخد رجله ضربه جزاء، ما فيش حاجه خالص في الاعاده. فطبعا كابتن لطيف، يعني كابتن لطيف ده بتاع مدرسه الفن والهندسه وعارفين خدها منين، وكان ينفخ في حماده امام. ومع ان حسن الشاذلي كان جايب 130 جون، ده اسطوره الكره المصريه، ده ما حدش بيجيب سيرته عشان خاطر نفخ الزمالك في الراديو وبعد كده التلفزيون. فطبعا يعني ده اللي احنا عايشين فيه. و2018 بقى السوبر المصري السعودي، الاهلي كان المفروض هيلاعب طبعا ايام تركي الشيخ. في المرحله دي الاهلي بطل الدوري هيلاعب الهلال السعودي في كاس الرئيس عبد الفتاح السيسي في السوبر المصري السعودي. الاهلي اعتذر عشان عنده ارتباطات افريقيا وبتاع، فدخل الزمالك قال لك والنبي خدوني مكاني. الزمالك بقى الكام؟ الرابع. كان مين التاني؟ المصري اعترض، قال لك انا يا باشا ده ممكن انسحب من الدوري. والمقصه اعترض، المقصه كان الثالث. في الاخر اختاروا الزمالك، ولما كسب الزمالك اخدوا بقى خالد الغندوري يكرموه نجوم الزمالك وعملوها بطوله وقعدوا ينفخوا فيها اعلاميا وخدوا لهم بتاع $1.5 مليون كوتا. باشا الزمالك استثناء طول الوقت، ويرجع يقول لك الجداره الرياضيه. 2002 السوبر المصري مع الاسماعيلي بطل الدوري الشهير ده اللي كان اقوى دوري ال4-4 ودوري ال6-1، ده اللي كان اقوى دوري في تاريخ مصر، وما خدوش ولا الاهلي ولا الزمالك. الاسماعيلي قال لك يا باشا انا بطل الدوري، العب شبه بطوله افريقيا. السوبر بيتلعب، لسه بقى بطوله السوبر لسه بادئه دي تاني مره. قال لك بيتلعب عندي في الاسماعيليه النهائي. الزمالك قال لك لا انا هلعبه في القاهره. فاتحاد الكره وقف طبعا مع الزمالك
الاسماعيلي هدد بالانسحاب والماتش اتلعب في القاهره، فالاسماعيلي قال لك خلاص العبوا الماتش العصر عشان الجمهور بتاعي يلحق يروح على الاسماعيليه. الزمالك قال لك لا انا نلعبه بالليل، اتحاد الكوره قال لك عشان التسويق نلعبه بالليل، وكل حاجه مشيت زي ما الزمالك عايز، والزمالك كسب السوبر. مع ان قبلها في 97 يا اخي سبحان الله كان نهائي الكاس بين الاهلي والاسماعيلي، ونهائي الكاس دايما بيتلعب في استاد القاهره، والاهلي اصلا كان بطل الدوري. الاسماعيلي قال لك لا احنا عايزين نلعب العصر، لو مش هتلعبوا الماتش العصر عشان الجمهور بتاعنا يقدر يرجع الاسماعيليه بعد الماتش. ماشي يا حبيبي، دي العصافير بتصوصو صو 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 صو. فالاسماعيلي قال لك انا هنسحب، فالاهلي فصالح سليم قال لك خلاص يا جماعه العبوا العصر عادي، يعني الاسماعيليه اخواتنا. كسب الاسماعيلي 1-0، كان جون بفكري الصغير، جون فكري الصغير في عصام الحضري. طلع عثمان احمد عثمان بعد المباراه وقال لك انا بشكر صالح سليم، والفيديو موجود على اليوتيوب لحد النهارده، لان هو اخذ القرار ده وفي اخوه ما بيننا وما بين الاهلي. هو ده الفرق بين الاهلي والزمالك. الكارت الذهبي بتاع كارت بتاع السوبر ودي للكابتن صالح سليم. معلش هزعل، شوف جمهور الاسماعيليه ده كله، لان لما حققنا المعادله، اولا لما الحب اللي بيننا لما قعدنا مع بعض وجت مشكله الظهر قال انا ما زعلش الشعب الاسماعيلي، وعمل الماتش امتى؟ الظهر، وهو اللي وافق. كان ممكن يعصرج ويزرجن ويقول لا احنا قلنا انما الحب يا جماعه بيخلق النجاح والقدوه وكل حاجه. انا بقى بنحيي النادي الاهلي لان كان ممكن احنا نبقى خسرانين. السوبر اللي اتعملت من 4 فرق مخصوص عشان الموكوس ما بيطلعش تاني اساسا، وهم عايزين يدخلوه خلاص عشان يخش خد اخوك عاطف معاك. اتعمل عشان الزمالك اساسا. وبعدين يقول لك ايه، الاهلاويه بيعيطوا عشان عايزين يلعبوا في بطوله مش من حقهم. ها يا ابني ده انت لاعب بطوله، اخد 3 بطولات في افريقيا اصلا، بتلعب مكاني ومكان المقاولين. انت بتتكلم في ايه؟ انت عملوا لك كارت ذهبي عشان تلعب السوبر. انت بتتكلم في ايه؟ الجداره الرياضيه دي، الجداره الرياضيه عندها اقسم بالله. عارف مين عندها؟ هي مين؟ اللي فيها تجيبه فيك يا حبيبي، اللي فيها تجيبه فيك. وده يوديك الفرق من جمهور الاهلي والزمالك. يا جماعه احنا مش بندبدب، احنا مش جمهور الوقواق زي ما قلت لك الفيديو اللي فات، احنا مش جمهور الوقواق. واكبر دليل على كده لما هما جابوا يانيك فيريرا اول السنه، مدرب فشل معاهم، بعد 5-6 ماتشات مشوه، الجمهور ضغط لغايه ما يمشي، مش فارق معاهم بقى ان هو هيروح الفيفا ويجيب عليهم حكم وبوقف القيد، وده اللي حصل. في حين ان واحد شبه تورب ده جاب الاهلي الارض السنه دي، وغالبا مش هنلعب كاس العالم للانديه اللي جاي بسببه، وبوظ لنا الفرقه ودمر لنا نجوم الفرقه. وقدم اوسخ كوره قدمها الاهلي اخر كام سنه. جمهور الاهلي ما كانش قادر يضغط بجديه ان هو يمشي، لان احنا عارفين ان احنا هنلبس الشرط الجزائي، وشرط جزائي الاهلي ما يقدرش يقدر يدفعه، شرط جزائي 6 مليون دولار. فاحنا مش هندبس النادي في البتاع ده ونقول معلش ملناش دعوه بقى الاهلي يتصرف. ده فرق. احنا عندنا الاهلي فوق جميع ابنائه بما فوق جمهوره يا باشا، بما فوق جمهوره. وده يخليني اقول الفشل الذريع اللي هم فيه ده، لدرجه ان احمد مجاهد من كام سنه لما سالوه انت ليه ما طلعتش جواب وقف القيد لنادي الزمالك، طبعا عشان الزمالك اياميها حسين لبيب اخر دوري خدوه، كان بيروح يشتري لعيبه ما يقولهمش ان موقوف عنده قيد، لان لو موقوف عنده قيد مش هيعرف يأيده. لكن هم مع اتحاد الكوره من تحت الترابيزه بيظبطوا هيفكوا القيد ازاي قبل السنه الجديده، لحد ما الاتحاد الدولي قرر انه كل اسبوع هيعلن وقف القيد بتاع الانديه واعلانه للجمهور، فبينزل وقف القيد على الصفحه الرسميه للاتحاد الدولي، وتحس ان ده متفصل ومعمول مخصوص للزمالك. سبحان الله. وده اللي يخليني اقول الناس اللي بتقف مع الزمالك وبتدير للزمالك دي هي بتعمل ايه؟ واحد شبه عمرو الجنايني ولا الاتريبي بتاع البنك الاهلي ولا فلان الفلاني ولا راجل الاعمال، اذا كان هم في حاجه ترفيهيه مش عارفين يديروها، امال هم في مجالهم اللي بقى معتمد عليه الشعب، مصلحه الشعب بيعملوا ايه؟ وانا مش عايز ادوس في الحته دي، مش عايز ادوس. يعني شوف مثلا طارق انديل، شوف ناجح ازاي، برضه نجم من نجوم البنوك في مصر في الاهلي. شوف الجرحي وشوف الضماطي وشوف سراج وشوف ياسين منصور، كل دي كوادر موجوده في الدوله المصريه ناجحه اهلاويه. انما بص الزملكاويه بيعملوا في النادي ايه؟ حتى اللي كانوا فنانين وجامدين والناس بتحبهم زي عيله العدل سقطوا، بقتش الناس حتى تتفرج على اعمالهم زي زمان. ونروح للاهلي، هيجيب وائل جمعه الصخره الاسد اللي بيدافع عن الاهلي في قناه بي ان طول الوقت، ربنا يشفي له ابنه مالك. ابنه يا جماعه عنده المرض الوحش عند ابنه،
ربنا يا رب يشفيه له. والاهلي ضاغط عليه بقى له فتره في الموضوع ده. انا ما كنتش اتمنى ان هو يجي، لان يعني ضغوط الاهلي في حد ذاتها في الظرف اللي هو فيه، الراجل عين ابنه للقاهره وظبط المستشفى في القاهره ان ابنه يتعالج في القاهره، يا رب يشفيه. اللي بيسمعني يدعي له. انما كشخصيه طبعا انا اتمنى ان وائل جمعه اخذ خبره كبيره ونجح مع كيروش، ولما مسك الاهلي ايام طاهر محمد، ايام محمود طاهر انا اسف، كان لسه يعني كان في الدور الاولاني كان هو بيلعب، وفي الدور الثاني كان هو مدير الكوره، فطبعا ما كانش لسه عنده خبره، ودخل في صدام مع حسام غالي، زي ما حسام غالي دخل في صدام مع سيد عبد الحفيظ بعدها بكام سنه، ويبدو ان حسام غالي صدامي طول الوقت. اتمنى التوفيق لوائل جمعه، وهارد لك لكابتن وليد الصلاح الديني اللي كنت اتمنى نجاحه، ولكن وللاسف على راي عمرو اديب بيقول لك الملوخيه بتتعمل بالارانب ما بتتعملش بالاسود. الموضوع انك تاخد اللعيبه اصحابك وانك تعاملهم كلعيبه، الكلام ده يا جماعه موضوع الديمقراطيه، وان حريه الانسان وتحترم خصوصيته وانت حر بس تبقى مسؤول، ده الكلام ده بره، مش عندنا احنا. يا باشا المال السايب بيعلم ايه؟ السرقه. على العموم طولت عليكم النهارده شويه، اعمل لايك وسيب كومنت واعمل شير لو قدرت، وانا بقى اغز لك الجرس. خلاص انتوا ما بقيتوش تغزوا الجرس يا جماعه، غزوا الجرس.